السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. معانا خبرين النهاردة. أول خبر معانا من التموين: كيلو الدواجن ب85 جنيه وطرح 600 طن أوراق وصدور. الخبر التاني اللي معانا: وزارة الزراعة بتحذر من الطماطم. بس قبل ما نقول الأخبار ما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل أخبارنا الجديدة توصل لكم بإذن الله. والخبر معانا من وزارة التموين. قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الوزارة تطرح 150 رأس ماشية يوميا، وأن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ب195 جنيه للكيلو الطازج، و160 جنيه للكيلو المجمد، و85 جنيه لكيلو الدواجن. كما تم التعاقد على 10,000 رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا بنسبة تخفيض 25% عن السوق الحر. كما تم التعاقد على 600 طن من الأوراق والصدور لطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية للمستهلك. وقال كمان إن تم إقامة 36 شادر على مستوى الجمهورية لطرح الخراف، وتم التعاقد على حوالي 10,000 رأس من الأغنام. والخبر التاني اللي معانا: وزارة الصحة بتحذر من شراء هذا النوع من الطماطم. حذرت وزارة الزراعة المصرية من شراء نوع معين من بذور الطماطم، وهذا التحذير يعود إلى أن البذور في النهاية نتج عنها ثمار طماطم غير ناضجة، والتي من المعروف أنها بتلحق أضرارا جسيمة لصحة الإنسان حتى الموت. حذرت وزارة الزراعة المزارعين من استخدام بذور مجهولة المصدر للطماطم، وأضافت أن جميع البذور والبذور المستخدمة في الزراعة يجب أن تكون قد تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل إدارة فحص المنتجات الزراعية بالوزارة. وبناء عليه أصدرت الوزارة هذا التحذير من وجود نوع من الطماطم في الأسواق يحمل اسم 025، حيث قامت إحدى الشركات المخالفة بشراء بذور ضارة من دولة عربية، ثم قامت بتزوير اسم تلك البذور عن طريق لصق ملصق آخر عليها بتخضع للمساءلة القانونية. وأضرار الطماطم الغير ناضجة لها أضرار كتير ويمكن التعرف عليها من خلال لونها. فعند شراء الطماطم بيجب الابتعاد عن الطماطم الخضراء، إنها بتحتوي على مادة السولانين الضارة، فبتسبب آلام شديدة في المعدة وبتسبب غثيان، وبتتفاعل هذه المادة مع جدار الأمعاء وبتكون قاتلة للإنسان. دي كانت أخبارنا النهاردة. ما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل أخبارنا الجديدة توصل لكم بإذن الله. ومع السلامة.